فهمتونا قناة ولاد الشعب. حنا دابا بقاتينا 4 ايام 5 ايام في رمضان غادي يسالي. محشوماش على الحكومه هذه كتعذب في الشعب الوطني ديالها بحال هكا. محشوماش على الحكومه كدير لنا هذه الحاله هذه. محشوماش تقولوا لنا بطاطا نقصات مطيشه نقصات، هي باقا دابا في مارشي 8 دراهم كما قال الاخ الراقي. مطيشه كنا ناخذها ب2 دراهم، كانت لغنات ودارت الجناح كتوصل 3 دراهم. اي مطيشه خماج نلوحوها، مطيشه خماج وكنديروها في الثلاجه وكنديروا بها حريره. عمرنا ما كنا مدبرين ولا كنخسروا حالتنا. مي خاص الحكومه وخاص رئيس الحكومه يتقى في راسو. ما طلبتش شي حاجه، انا ما قلتش لهم انا عطوني شي طياره ولا لاكوبتير، انا باغي ناكل ونشرب ونعيش ونلقى الامن والامان، ما نمشي للسبيطار نلقى بحال ديك النهار طاح لي ولدي، انا طاح لي ولدي من السلوم، درت السبيطار ولا عاود قال لي خاصك دير كازا خاصك لي لومبيرونس ب 10000 ريال، خاصك لي السكانات 30 ريال. ولا تنسى يا اخي شي حاجه سميتها الله، وراه كاين الله وكاين القبر. عندك تسحب راسك راه غتبقى هنا، راه غتهبط معنا للقبر وغتحاسب وما تنساش امه كلها كتحاسب فيك وكدعيك الله ياخذ فيك الحق على هذا الغلاء اسعار اللي حاليا درتيها لنا في السوق. بديتيها من الغاز وبديتيها من البترول وبديتيها من المازوت ودرتيها دابا الخضره. يوم القيامه غتربيك. شوف خدي معك هاد الملايير كامله اللي جمعتيها، راه يوم القيامه راه لا تغني عنك ولا تسمي من جبن من الله عز وجل، لان يوم القيامه راه ما كاينش باك صاحبي ولا المليار ولا جوج ولا حق سناد الورقه ولا هاد الشيك هذا. راه يوم القيامه اما ان ناخذ من حسناتك واما ان نعطيك من سيئاتنا. المهم الاخوه الكرام، كما كتعرفوا ان شهر رمضان شهر فضيل، وكما كنعرفوا حنا كمغاربه يعني كنبغوا ان الطبله تكون مزوقه واخا ما كناكلوهاش، واخا حنا مبدرين صراحه باش نكون واضح، ولكن حنا كنا قبل كنقول ان هذه الحكومه ديال اخ النوش غادا دير واحد القرارات وغادا تصلح ما افسدت من قبل، ولكن لا حياه لمن تنادي. كما كتشوفوا رمضان دوزنا الاخوه الكرام، دوزنا بسطارطير لان الفقير كيعاني فيه، وكما كنقولوا كما شفتوا الاخوه الكرام ان هذه الحمله ديال الغلاء دارت ضجه في البلاد، ولكن ما لقيناش اذان صاغيه. وحنا وجهنا يعني النداء للملك محمد السادس نصرة الله عليه، لعل وعسى انه يتدخل ويدير حل هذه الحكومه العاقه المواطن والعاقه للشعب ديالها. كما كتشوفوا البطاطا وكانت دايره 340، بصله 20 درهم، مطيشه 13 درهم. مسكين الفقير ما لقى ما ياكل، كاين اللي كياكل غير الخبز والواتي والفرماج، يعني كاين اللي مسكين ما تا داك الخبز والفرماج ما تياكلوش. باش نكون واضح، وجهنا رساله لرئيس الحكومه وحتى ان الملك محمد السادس انه تدخل وقال ليه هبط من الاسعار، ولكن ما كاينش الاخوه الكرام. وكانت عندنا الحكومه الوزير الناطق باسم الحكومه اللي هو البيطاس كيقول لك ان راه غيكون واحد التغييرات، وكانوا كيكونوا الصحفيين كيعطيو اسئله ايجابيه ما كيجاوبش عليها، ربما كيتهرب من الاجابه. وحنا قدرنا يعني خرجنا الصوت ديالنا عن طريق الصحافه باش يوصل للاخوه الكرام، ولكن لا حياه لمن تنادي. فعلا منذ البدايه وهي مواكبه الغلاء حتى اخر رمضان. هنا قالوا ان راه غيكون واحد التغييرات، والكرام دابا ما بقى فيه والو، بقات فيه 3 ايام، ما كاين داك الشيء غير مجرد في المواقع، ولكن في الواقع خرجوا للسوق شوفوا صحاب الناس اللي كيبيعوا. واش هاد الناس هادو تما تحداو الحكومه او الحكومه ما دارتش بالكلام ديال الملك محمد السادس نصره الله؟ اذا بغينا حنا نعرفوا فين كاين المشكل، واش المشكل في الناس اللي كيبيعوا يشريوا او في الحكومه او في شي حاجه اخرى؟ راه خاص الاخوه الكرام، شوف انا قلتها مرارا وتكرارا، حنا راه ما عندنا لين هذه البلاد هذه، حنا كمواطنين وانا كمواطن مغربي بار بالبلاد ديالي وانا احب البلاد ديالي يا الاخوه الكرام، وانا من الناس اللي كيدافعوا على الوطن ديالو وكيدافعوا على الملك في البلاد. ولكن الاخوه الكرام كما قلنا ان الوطن الا ما كانش فيه المستلزمات ديال الحياه، فيه غير المسببات ديال الموت، وفين غنمشيو؟ واش نمشيو نشنقوا راسنا؟ واش نمشيو نبعدوا من البلاد هذه نخليو البرانيين يضحك علينا؟ لا، حنا صابرين لعل وعسى ان الاصوات ديال هاد المغاربه الناس كاملين، لا نساء ولا رجال ولا شباب ولا شابات، انه يوصل سميتو الاعلى سلطه في البلاد. اذا هذا الدور ديال الحكومه ما كانش انها قاده هذه المساله هذه تقدم الاستقاله ديالها. راه كاينين الناس باغيين يخدموا وما خلاوهمش. على سبيل المثال مصطفى الخصم اللي في مزار باغي يخدم عصافر الرويده. اذا هنا الاخوه الكرام البلاد عندنا البلاد كما قالوا متقوبه، ما كايناش اخويا درهم. شوف اللي قال لك درهم كذب عليك، هذا اللي قال درهم راه كذب، واتقى الله عز وجل، ما يستاهلش انه يلعب على العاطفه ديال الفقراء. راهي معطيش راهي في السوق دابا، راه ما كاين لا دار 9 دراهم لا دار 8 دراهم، حنا ما كنعرفوها ب 60 ريال ب 4 دراهم كبلد منتج، يعني خاصنا ناخذوها بقل ثمن، ناخذوها غير ب 2 دراهم. واش الفلاح كيبيعها بدرهم كتوصل لنا ب 8 دراهم؟ كي داروا هاد الناس هادو؟ راه شوف، راه حنا قلنا الشعب راه واعي، ما بقاش الشعب مكلخ، ما بقى ترجعوناش للور، بلا ما ترجعون اننا نولوا نضاربوا على كروشنا. حنا
راه هاد البلاد هادي راه ما عندنا ليها فين، حنا بغينا غير ناكلوا ونشربوا نلقاو التعليم ونلقاو الصحه فقط، وغادي نمشيو معاكم هذيك الساعه شغلكم، الا دوينا على شي حاجه اخرى هذيك الساعه خدوا على المسطره القانونيه، مادام حنا باغيين غير هذا الشيء هذه وهذه من المستلزمات وواجب عليكم انتم كحكومه توفروا لهذا الشعب المغربي الاخوان الكرام، ولكن هاد الناس هادو الاخوان الكرام دايرين خمسه على ودنهم، اش غادي نقولوا حنا دعناهم الله عز وجل ياخذ فيهم الحق. ورساله الاخ النوشي الا كان مغلوب على الامر ديالو ودارين به اللوبيات ودارين به دوك الوزراء اللي شي كيطبلوا شي كيغيط وشي كيزمر، يحاول انه يدير تغيير، والا راه غتبقى عليه هذه وصمه عار الى يوم القيامه. كيف شفتوا خوتي احنا من اول رمضان بدينا معكم في غلاء الاسعار، يعني لحد الان باقي تنعيشوا نفس الغلاء الاسعار، يعني ما شفنا منكم حتى شي حاجه الحكومه، ما شفنا منك خنوش حتى شي حاجه، ما زدتي ما نقصتي، يعني نتوما باقيين على الحال اللي هو غاديين عليه. كيف سبقت قلت لكم خوتي المغاربه في واحد الفيديو بلا راه غتبقاو سنتين على هذا الحال هذا ولا ما درتوش الحل، راه ما غادي يكون حتى شي حل. والحل شنو هو؟ حنا عينا ما نبقاو نمشيو لعند بحال هاد الناس هادو يبقاو يغوتوا معانا ويناضلوا معانا ويهضروا معانا في الحق. حنا دابا بقاتينا 4 ايام 5 ايام في رمضان غادي يسالي، ما حشوماش على هاد الحكومه هادي كتعذب في الشعب الوطني ديالها بحال هكا، ما حشوماش على هاد الحكومه كدير لنا هاد الحاله هادي، ما حشوماش تقولوا لنا بطاطا نقصات مطيشه نقصات، هي باقا دابا في مارشي 8 دراهم كما قال الاخ الراقي، مطيشه كنا ناخذها ب2 دراهم كانت لغلات ودارت الجناح كتوصل 3 دراهم. اي مطيشه خماج نلوحوها، مطيشه خماج وكنديروها في الثلاجه وكنديروا بها حريره، عمرنا ما كنا مدبرين ولا كنخسروا حالتنا. مي خاص الحكومه وخاص رئيس الحكومه يتقى في راسو ويتقى في راسو ويتقى في الناس هادو، والا هاد الناس هادو كما قال الاخ الراقي فرا ليله 27 راه كلشي غادي يصلي ليله القدر، وما تنساش راه غيدعيو معاك فيها وغادي يهزوا كلهم من يديهم وغادي يكفوا وغيصيفطوا لك واحد البركه السي خنوش انت والاتباع ديالك في الاداره، انت والحكومه ديالك اللي انتم حكومه وانتم كدوله وانتم ناس واعرين انتم ناس واصلين، تقولوا علينا احنا كمواطنين نخرجوا للسوق نحاربوا معكم احنا اللوبيات. هادشي ما خاصوش يكون، ولا ما كنتوش نتوما قادين على هاد اللوبيات وحيدوا من الحكومه وديك الساعه عطونا شي سلطه حنا فين نحاربوا هاد اللوبيات هذا، وما يبقاش هاد الاحتكار وما يبقاش هاد الاحتقار وهاد الجوع اللي كيما قال الاخ بغا تركبوا فينا. هادشي راه حرام وحشومه عليكم، وحنا في الربع الاخيره ديال رمضان. ولا تنسى يا اخي شي حاجه سميتها الله، وراه كاين الله وكاين القبر، عندك تسحب راسك راه غتبقى هنا، راه غتهبط معنا للقبر وغتحاسب وما تنساش امه كلها كتحاسب فيك وكدعيك الله ياخذ فيك الحق على هذا الغلاء اسعار اللي حاليا درتيها لنا في السوق، بديتيها من الغاز وبديتيها من البترول وبديتيها من المازوت ودرتيها دابا الخضره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد الرسالة للأخ النوش مرحبا. قال لك حنا غادي ربينا المغاربة اللي ناقصة التربية غادي نربيكم، فعلا ربيتينا بتزيد الأغلى، ولكن حنا غادي نربيوك في الآخرة، أنت ربيتينا في الدنيا وحنا غادي نربيوك في الآخرة. أكيد. علاش؟ أكيد. لقول الله عز وجل أنت مسؤول، كيقول المولى عز وجل قفوهم فإنهم مسؤولون، وحنا غادي نوقفوا عليك. ربما يقدر يكونوا شي 10 المليون ديال المغاربة متفقين معاك، ولكن 3 مليون ما متفقاش معاك، و3 مليون يوم القيامة غتربيك. شوفوا خدي معاك هاد الملايير كامله اللي جمعتيها، راه يوم القيامه راه لا تغني عنك ولا تسمي من جبن الله عز وجل، لان يوم القيامه راه ما كاينش باك صاحبي ولا المليار ولا جوج ولا حق سناد ورقه ولا هذا الشيء هذا، راه يوم القيامه اما ان ناخذ من حسناتك واما ان نعطيك من سيئاتنا. لذلك انت خاصك تبرأ الذمه ديالك في الدنيا قبل الاخره، كما قال الاخ فين شحال غتعيش فيها؟ غتعيش فيها 100 عام 900 عام. راه نوح عليه السلام عندما ساله جبريل قال يا نوح كيف جاءتك الدنيا وعاش 999 سنه؟ قال لي كانني دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب، بحال دخلت وخرج. وانت غتعيش 70 عام اصحابي ولا 80 عام، وغدا يقولوا ما تبقاش جنازه اخ النوش وزير ولا رئيس، غتولي جنازه رجل، وكاين اللي غيصلي عليك وغيدعي عليك يقول لي ماشي اللهم ارحمه واغفر له، اللهم عذبه كما عذبنا، اللهم ارنا في عجائب قدرتك. ما يقولش اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، غادي يقولوا اللهم اجعل قبره حفره من حفر النار. لذلك خاصك تتقى الله عز وجل، ونتمنى ان هذا الميساج هذا تعود الى هذا الفيديو الى وصلك، وهذا الكلام عودوه سمعوه لعل وعسى انه يبدل ديك النكته السوداء اللي كاينه في القلب ديالك. شكرا لك وكنشكرك على هذا الانفعال ديالك، كنشكرك على التضامن ديالك معنا في القناه ديالو فهمتوا ولاد الشعب. خولات الدوله باش اننا نقولوا وندافعوا على الحقوق ديالنا.
ولا كيسكت على حقه راه ما- شيطان اخر هذاك حق ديالي وواجب ان الحكومه توفروا لي. يعني ما ما طلبتش كنهضروش- شي حاجه، انا ما قلتش لهم انا عطوني شي طياره ولا لاكوبتير، انا باغي ناكل ونشرب ونعيش ونلقى الامن والامان، ما نمشي للسبيطار نلقى بحال ديك النهار طاح لي ولدي، انا طاح لي ولدي من السلوم، درت السبيطار ولا عاود قال لي خاصك دير كازا خاصك لي لومبيرونس ب 10000 ريال، خاصك لي السكانات 3000 ريال، داك الشيء ما عندناش صاحبي حشومه. هذا الموضوع هذا الاخ ايوا راه طلع ما يتقال. غادي نتفرغوا مرحبا. ونهضروا عليه ديال المستشفيات مرحبا وديال حشومه هاد- ديال بحال هاد- ديك النهار هو براسو اخ النوش والوزير الصحه جاو الجنازه الميت فار والمناد الجنازه يعني جاي باش يشيل لنا سبيطار ما فيش بعد شي 500 متر وتجي خليتي الاصل ومشيتي للفرع تسير السبيطار مولاي عبد الله هو اللي خاصك دير شنو وتقادو وباش على الاقل ندعيو معاك. ديش السبيطار من عبد الله على قوة الله دار الحق وزاق الباطل. فهمتونا قناة ولاد الشعب. ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو في قناة فهمتونا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهمتونا قناة ولاد الشعب.